احنا معانا استاذ احمد عرابي، يعني هو دلوقتي اصبح اشهر من النار على على العالم. ربنا ابو يخليك. ابو صناعه التروكاج في السينما المصريه، ابو الشغلانه. وانا سعيده جدا ان دلوقتي ما بقاش مصطلح التروكاج بس الجمهور في الوسط الفني او جمهور الفن هو اللي عارفه. احنا دلوقتي بقى عندنا تيك توك وعندنا انستجرام وعندنا متابعين في كتير، منصات كتيرة فعلا وفي منصات كتير. بتعمل انتشار للمصطلح يعني. فيعني إحنا عايزين نخرج عن السؤال اللي دايمًا بيتطرح، أيوة. يعني إيه تروكاج؟ وهو يعني في عُجالة يعني بديل المصنعات وبديل الأشياء في السينما. ده صحيح. لكن أنا عايزة أدخل بقى من الحكاية اللي أنت حكيتها، أنت بتحب تخوض التجارب، طبعا بتحب لان التجربة من من زمان. غير تجربة مش هتتقدمي آه، يعني. يعني مثلًا إحنا في حليم إحنا عملنا حاجة جديدة خالص. أيوة. مثلًا يعني قُل لنا في عُجالة إيه اللي كان تحدي في حليم عن شغل التروكاج العادي؟ حليم طبعا كان مهندس الديكور طبعا. هو استاذنا الاستاذ انس ابو سيف كان هو مهندس الديكور. وبعدين جم يصوروا الاستوديوهات اللي كان بيغني فيها عبد الحليم حافظ اغاني الثوره والاغاني القديمه وبتاع، اللي كان بيسجل فيها الاغاني بتاعت الاذاعه والتلفزيون. بس اكتشف طبعا ان دي حاجات من الاربعينات والخمسينات مش مش موجوده موجودة دلوقتي. ولا في المخازن حتى. آه. فاتلقى فيها منها كام جهاز كده عند الجماعه بتوع الاكسسوار في السينما. كانوا شاريينهم برضو من حد عنده الأجهزة زي البيك اب التراثية القديم، بتاع الاسطوانات مش عارف ايه بتاع كان من. بس عدد حتى ما يقومش ديكور حجم استوديو بتاع تسجيل. واكتر من استوديو، لان هو مثلا في تسجيلات بتاع المفروض هتتصور كانه هو لوحده بيروح الاذاعه يسجل، وفي تسجيلات تانية كان في الفيلم مع الارنودي قاعد وبتاع. فكل ده لازم يبقى كذا ديكور لاستوديو الصوت. آه. فيبقوا كمان في اختلاف كمان في الشكل والترتيبه بتاعت الاجهزه، على اساس ان ده ديكور مختلف عن ده. فكان على الاستاذ انس ان هو يحل المشكله، فقال لي بقى اعمل لنا الاجهزه. فادوني صور بتاعت الاجهزه القديمه، الموديلات القديمه دي. وبدأت تشتغل عليها. وابتديت اشتغل عليها. ابتديت انزل بقى الاسواق وبتاع اللي هي القديمه في باب اللوق وفي العتبه في شارع الازهر وبتاع، اشتري قطع الغيار القديمه الموجوده، وخصوصا اكتر حاجه الزراير آه. اللي هي القديمه بتاعت المكسرات القديمه وبتاعت وبتاعت الكاسيتات القديمه. لان حتى زرار الكاسيت العادي اللي كان عندنا في البيت زمان ده اللي هو الشريط، كانت الزراير بتاعته تشبه لحد كبير الزراير اللي كانت موجوده على المكسرات وعلى اجهزه الصوت. وبعدين جابوا لي بكر اللي هو كانوا بيسجلوا عليه الصوت زمان. وركبت لهم موتور وفي اجهزه ستاند كده، وبقى بيلف. طبعا بيلف على الفاضي يعني، بس هو فيجوالي كده لما المتفرج يشوفه يبقى ما هو مقتنع ان إحنا ده كده بيلف بالضبط كده، إحنا وبيسجل. عندنا الشكل أهم حاجة اه يوفي بالغرض بس يعني. فعملنا حوالي تقريبا من 2 ل3 استوديوهات صوت في الاذاعه زمان. ده مثلا كانت حاجه برضو من الحاجات اللي هي صناعه التوتاج بتنقذ فيها شويه نقص الخامات اللي هي التاريخيه او الحاجات ما دي القديمه. ده كان تحدي مختلف عن فكرة طبعا. الأكل والسيوف في الأكشن والحاجات اه دي اه كلها، فده كان اه عشان كده حبيت أبدأ بيه. ده صح. طيب أستاذ أنس أبو سيف، دايمًا اسمك مرتبط باسمه، وهو عنده ثقة كبيرة جدًا فيك، يعني هو لمّا مش عارف جايبها منين. انا مش عارف. هو يعني هو فكرة جايبها. التحدي والإصرار إن إحنا نجرّب وإن إحنا نعمل جديد. لا هو طبعا الاستاذ انسي طبعا ده الاستاذ. هو بص الناس كلها تقول له باشمهندس وبتاع، على اعتبار ان هو مهندس ديكور في الاساس قبل ما يبقى مدير فني ومش عارف ايه، او تختلف المسميات، مدير فني او مشرف فني او بتاع. بس هو في الاساس وفي الكارنيه وفي البطاقه مهندس ديكور. مهندس ديكور آه. لكن انا بقول له يا استاذ، لان انا مانيش مقتنع ان هو مهندس ديكور. هو ايه الاستاذ مرسي، هو حاجه كده ايه. أعتقد هو الوسط كله بيتعامل بنفس الشكل، أستاذ أنس أبو هو سيف. حاله فريده كده. فايه بيتقال له يا استاذ. هو طبعا اداني انا او بيدي الناس عموما فرص كتيره قوي. هو عنده قناعه اصلا ان السينما ما تروحش تصور في مكان حقيقي طول الوقت. ان لازم مهندس الديكور يقدر يخلق اماكن يصور فيها ويوظفها عشان التصوير. يعني مثلا هيروح يصوروا في استوديو اذاعه. استوديو اذاعه هتلاقيه
2 متر في 2 متر، وترابيزه في النص ميكسر واثنين مايك، ما فيش حريه حركه. لو عاوز ياخد زاويه كده زاويه كده زاويه كده، ده فلازم بيأيد لازم تتعمل ديكور. وهي دي ده اساس شغله، واساس ان هم بيتعلموه بيدرسوه وهم لسه طلبه في معهد السينما، انه ازاي ينقل ده بس بمواصفات السينما. فتتعمل بقى الحيطه النقال اللي بتتشال ومش عارف ايه. هو طبعا فعشان كده هو دايما بيحب يبني ديكور عشان يعمله برؤيته وبرؤيه المخرج وبرؤيه السيناريست او المؤلف اللي كتب الروايه، يعمله بالمواصفات المناسبه للتصوير بدون ما يبقى فيه مشاكل. يبقى في حرية أكتر في الإنتاج. ويقدر المخرج ياخد الزوايا الحلوه اللي هو شايفها، ويقدر كمان مهندس الصوت يبقى حاطط اجهزته كويسه، يقدر كمان مدير الاضاءه ينور المكان كويس، يعني يبقى ماسك لكل التخصصات اللي هي بتقوم صناعه السينما. فبما انه بقى هو بيحب التصنيع والمصنعات، فهو بيدينا الفرصه دي بقى دايما في. ما فيش عنده حاجه اسمها دي كده باظت، طب وريني، طب احنا لو شلنا دي، لو حطينا دي كده تبص تلاقيها بقت شكل تاني. فبقت حاجه ثالثه حلوه ومش متوقعه. هو يقدر يخلق من الفشل او من التجربه الخطا، بلاش نقول فشل، من التجربه الخطا. مثلا احنا انا فاكر في فيلم حليم مثلا، هقول لك انا كنا عاوزين الزراير بتاعت الكهرباء القديمه اللي هي بتدوس كده فيه زي دايرتين طالعين كده، وتدوس واحد فوق اللي هو بيبقى الزرار متخطط كده أو شكله كان مختلف. فقعدنا ندور عليها، ما هياش موجوده في الشقه بتاعت عبد الحليم حافظ لما كان بنيها ديكور في استوديو جلال. فجاء قال لي تفتكر المقاس بتاع الزراير دي كام؟ فقلت له والله هي كانت عندنا في البيت في البلد زمان وانا طفل، كان بيت قديم وكانت الزراير دي موجوده، تقريبا هتبقى مثلا 6 في 12 او 6 ونص في 12 او حاجه. فقال لي طب والله، طب يلا ايه نعملها. فجبنا حته خشب عملنا الشطف بتاعها والحاجات والشكل ان هي فيها خطوط، وعملنا الدايرتين اللي هو يفتح ويقفل وبتعمل. وبعدين تصادف ان بتاع الاكسسوار جاب وش حقيقي، وش واحد لقاه عنده في المخزن. فيطلع بقى ايه؟ يطلع ان هو 7 في 13 في 6 او 6 ونص في 12. إيه المقاس ما هوش بعيد، مش بعيد عن اللي أنت قلته. فتكتشفي ان هو وانا عندنا الذاكره الفوتوغرافيه دي من حاجات احنا ما كناش نعرف وانا طفل في البيت في البلد ان انا هيبقى هطلع يعني في يوم من الايام هصنع الزرار ده. كمل بس ان هو ليه هو الاستاذ يعني او ليه بالظبط. فهو يعني ايه دايما بيدينا فرصه ان احنا نجرب ونصنع ونعمل ونغلط ونعدل وبتاع. فهو بيقوم بدور تعليمي، عشان كده دايما عندنا اسمه الاستاذ، اللي هو الاستاذ اللي في المدرسه، الاستاذ اللي بيعلم بقى ويربي. اللي هو دوره يعلم يعني. فعشان كده هو اسمه الاستاذ أنس بالنسبه لي يعني. وطبعا اداني فرص كتيره، وانا يعني يعتبر اكتر يعني انا اشتغلت مع كذا مهندس ديكور في السينما، بس يعني اكتر عدد شغل وافلام ومسلسلات وبتاع كانت مع الاستاذ أنس. لان طبعا كانت المحطه الفاصله بالنسبه لي انا محطه ابراهيم الابيض. فلما جاله الفيلم بتاع ابراهيم الابيض قال لي هنبني حاره ومش عارف ايه وبتاع، وانت اشتركت معاه في موضوع تاسيس كنت المنفذ بتاع الديكور في في الفيلم ده. فبنينا الحاره، قعدنا 3 شهور بنبني فيها، من اول ما اتخططت على الارض الشوارع والبيوت ومش عارف ايه، وبعد كده الى ان ابتدت تقوم بيت بيت ومش عارف ايه، والمنطقه بتاعت الجبل بتاعت محمود عبد العزيز اللي هي عليها البيت بتاع عبد الملك زوزو. ده كان اكبر تحدي، ان يعني ان بيت يبقى على ارتفاع 7 متر. كان شغل هايل، كان شغل عظيم. بيت في الديكور يبقى كانه على جبل فعلى ارتفاع 7 متر. فطبعا ده ما في بيت او المنطقه دي كلها دي مش قايمه على خرسانه ولا على مسلح ولا عمدان وبتاع زي معظم البيوت الحقيقيه، رغم ان كان في وقت من الاوقات بيبقى على الجبل من فوق عدد بشر كبير قوي. سواء بقى ساعه اللقطات بتاعت محمود عبد العزيز وهو قاعد ومع الصبيان اللي هم بيبيعوا لما قبضوا على ابراهيم الابيض ومش عارف ايه، في حاجات كتيره، احداث كتيره على البيت من فوق.
دول الممثلين معاهم بقى من اول بتاع الكلاك لغايه مهندسين الصوت لغايه بتوع الاضاءه والتصوير بالكاميرا مان بالمساعدين بالمعدات بتاعتهم بالجماعه بتوع الكرين بتوع الشريوب كل المعدات دي فوق. فان يتعمل بيت بالخشب، يتعمل جبل بالخشب وتبقى فوقيه فيلا كبيره او بيت كبير وتبقى عليه كم، طبعا كل دي اوزان، غير بقى كم البشر اللي هو فيه حاجه اسمها وزن ثابت ووزن متحرك. فوزن ثابت ده كميه الاخشاب والحاجات كلها والديكور والفرش والحاجات كلها. وطبعا التكتشر بتاع الجبل من بره ده برضه اوزان، وزائد الوزن المتحرك اللي هو بتاعنا احنا بقى الافراد. طبعا. ديكور على اكسسوار على صوت على اضاءه على تصوير على كله على اخراج على المساعدين الناس بتاع كده. فلا كانت دي تجربه فريده يعني غير بقى بالنسبه لي. غير بقى شغل التروكاج، شغل اه السيوف، يعني قبل الناس ما شهدت لك قبل ما مشهور نخلص عالمي. البنى فبدأ يظهر بقى ايه بدأوا يعملوا التسويق بتاع التروكاج. كان الاستاذ مروان حامد المخرج والمساعد الاول كان الاستاذ صفي محمود. فكلموني ان احنا ايه عاوزين ازايز وعاوزين شوم وعاوزين سلاسل وجنازير وسنج ومش عارف ايه اللي هي الادوات اللي هي بتاعت الخناقه يعني، بتاعت الخناقات اللي هي طول الفيلم. بس لانه كانوا جايبين، كان في ماكير اسمه دومونيك فرنساوي كان بيعمل الميك اب بتاع التعوير والجروح وبتاع كده. لما سالوه على الحاجات دي طبعا في فرنسا هم يعرفوا يعملوا الادوات اللي هم بيتخانقوا بيها في فرنسا. الكراسي هنا بتتكسر شغل في العشر اللي البار عندنا. انما مثلا هم ما عندهمش سنجل بتاع، ما عندهمش شومه، ما عندهمش حد بيضرب بالجنزير. الجنازير مثلا يعني ادوات الخناق في خناقه في كل الشعوب في العالم، في خناقه بينهم وبين بعض بتحصل بقى في الشارع. في ناس بالمسدسات وفي ناس زينا كده بالسنج والمطاوي والشوم والبتاع والحاجات دي. فقال لهم ان الحاجات دي يعني ينفع تتعمل لكن مش هتبقى بالروح بتاعه انها تتصنع في مصر. ليه؟ انا وانت بنشوف الشومه كل يوم ونتفرج على حاجات فيها سنج وعارفين شكل المطوه الارض غزال اللي هي اشهر مطوه في السينما المصريه او اشهر مطوه في الخناقه المصريه، وهي المطوه الوحيده على مستوى العالم اللي تعمل لها قانون في مصر انها 6 شهور حبس للي معاه بس المطوه دي في جيبه اللي هي الاصليه يعني. بس فكان كلفني الاستاذ مروان وصفي، رحت لهم المكتب في شارع احمد عرابي، مكتب مروان حامد، واتفقنا على الحاجات ووريتهم عينات، عملت عينات ووريتهم بتاع وخلاص خدت الابروف على تصنيع الادوات اللي كلها. فابتدينا بقى طول فتره التصوير حاجه تتكسر نعمل غيرها حاجه مش عارف ايه وتغذيتهم بكل الادوات دي. ومن بعد الفيلم ده انا قررت ان انا ايه يعني مش هتواجد في الديكور زي ما كنت قبل كده بشكل اساسي وفي التصوير. هتبقى هتتخصص بقى هتخصص في فن التروكاج فاشتريت المكان ده اللي انت قاعده فيه شرف فيه النهارده. ربنا يخليك يا ربنا استاذنا والله. يخليك. وطبعا معاك اساتذه برضه دلوقتي. طبعا معايا مساعدين لان هو اصلا عمل جماعي ما ينفعش يبقى عمل فردي. يعني هي دايره كده، الحاجه تبتدي عندي تروح عند مصطفى يخلصها عمرو تيجي لي تاني نفنش بتاع. نادر قوي لما تلاقي قطعه يعملها فردي، لازم هو ايه هي الشغلانه زي شغلانه السينما كده عمل جماعي، في مخرج وفي مصور وفي ممثل وفي ديكور وفي صوت وفي اخراج وفي مش عارف ايه. فنفس النظام هي عندنا نفس النظام دي فعلا. فن التروكاج نفس النظام. بس يبقى احنا كده فهمنا بقى الثقه جت منين. يعني استاذ وانسد اعتمد عليك سنين ورا سنين وتجارب ورا تجارب، وبعدين الثقه طبعا اتنقلت لاستاذ مروان حامد فبقى يطلب منك حاجات مختلفه زي الحقنه كانت في فيلم كيرة والجن اللي كيرة والجن الحقنه بتاعت كيرة والجن دي مشكله لان هم فتره في العشرينات 1919 فكانت السرنجات الازاز مش البلاستيك بتاعت الايام. السرنجه البلاستيك بنقدر نلعب فيها وتلزقي فيها حاجه وتعملي مش عارف تيوب جوه مش عارف ايه، لكن الحقنه الازاز ما ينفعش بقى تعملي فيها حاجه لان اي تصرف غلط بتروح مكسوره. فكانت دي برضو احد اشكال التحدي يعني ان احنا نعمل الحقنه التروكاج بس يبقى الجسم ازاز ويبقى السن بيدخل جواها وبيطلع وبتاع حاجات كده يعني. فلا كانت تجربه حلوه برضو موضوع السرنجات دي، وكان اول مره الواحد يعمل السرنجه
بشكل رسمي كده. بس هي المهنة دي محتاجة صبر، مش بس يعني هي أصلًا معتمدة على التحديات، أنا فمحتاجة صبر. شعري بيبيض من الصبر. آه. أنا يعني لأ، محتاجة طبعًا، خُلق طبعًا. واسع، يعني مش أي حد لإن يجرّب. بتعتمد على تجارب، والتجارب عاوزة صبر عشان تكمّلي التجربة للآخر وتقدري تعرفي إنها فشلت والّا نجحت. فلمّا في الغالب بتفشل نعيد تاني من الأول، لكن بتكنيك تاني، ونعيد تالت من الأول بس بتكنيك رابع، لغاية آه. لمّا نوصل للشكل المضبوط. بعد كده خلاص هي الحاجة بقت سكتها معروفة. فهو فعلًا عاوزة صبر، وعاوزة خبرات كتيرة. لإنه مثلًا لمّا بنعمل الأنبوبة بتاعة البوتاجاز، الأنبوبة بتاعة البوتاجاز دي مثلًا فيها 4 مهن أو 5 4 حرف. إمم. لازم يبقى اللي بيصنّع الأنبوبة دي عارفهم. مثلًا حرفة إن هو إزاي يحوّل الشيت إلى شكل ثلاثي الأبعاد. الشيت ده بُعد واحد، هو فرخ كده. زي لمّا بنعمل مثلًا نجيب حتّة كرتون كده أو جلدة الكراسة ونقصّها نعمل منها عربية، فأنت حوّلتيها من شكل فلات كده سادة خالص إلى شكل مجسم. فهي كده إحنا بنجيب الشيت بتاع الخامة دي، الإيفا فوم دي، وبييجي شيت بالمتر كده وبنحوّله إلى شكل الأنبوبة. فدي مهنة لوحدها. حوّلناها شكل الأنبوبة، عاوزين نعمل المحبس، دي مهنة تانية. اللي هو إزاي تعملي استنساخ. فإزاي نعرف نعمل قالب على المحبس الحقيقي و ونصُب زيه. يطلع بقى يتصب خفيف، يتصب طري، يتصب ناشف، بس لازم تعرفي تعملي قوالب واستنباط. جينا بعد كده عاوزين بقى نعمل دي كده مهنتين، عاوزين بقى ندهن الأنبوب. فدي مهنة النقاشة أو الدهانات. فلازم إحنا تعرفي لازم يعني عليها إيه خبرة تعزيل وتدريب. الجسم عشان يقبل تلوين، ما يقعدش يمتص في الخامة، فتبقى الشكل تطلع بتاع مجيرة. فين تمعجني في أماكن اللحامات عشان تطلع كأنها بتاع الحديد. محتاجة ترجع تاني ليا أو لينا إحنا يعني عشان نعمل التأثير المعدني، في إن أنت تحس إن هي معدن، فحتت صدى وحتت مقشرة، والاحتكاك وهي على العربية وبتتهز كده بيحكوا ببعض فيها، فين النقط العالية اللي هم بيحكوا ببعض فيها فتتقشر المويه. فكده. وبعدين بقى الطوق الفوقاني ده قصة تانية. ده بيتعمل بلاستيك ضد الكسر، لان هو دايما اللي بيبقى منه الشيل والحط بتاع الانبوبه الحقيقيه، وهيبقى برضه كده في الانبوبه التروكاج. فدي مهنه تانية ان هو بيعرف يشتغل بالاكريليك. تفاصيل كتير جدًا. ده تفاصيل في كتير مثلا جدًا في منتج واحد. في حاجة واحدة. فلازم بيبقى اللي بيشتغل عنده صبر زي ما انت قلت، طبعا آه. كلام صح، وبعدين عنده خبرات في كذا مهنه او كذا حرفه. طب إحنا عايزين نرجع برضه لأستاذ أنسي، لإن هو الحوار دايمًا بيرجّعنا. طبعا. إحنا دلوقتي كان في تكريم مهم جدًا في مهرجان إسكندرية للفيلم القصير لحضرتك من حوالي سنتين، ايوه. وكان اللي بيقدّم الجايزة الأستاذ أنسي أبو سيف. اه. كان إيه إحساسك بقى إن بص رفيق انا المشوار وفي مهرجان هو ده انا تاريخي؟ كان حظي حلو ثلاث مرات. حظي حلو 3 مرات في مره واحده. إمم. ان الجائزه باسم الاستاذ صلاح مرعي الله يرحمه. طبعًا. وبرضه بقول عليه الاستاذ صلاح مرعي مش المهندس صلاح، إمم. وكان رفيق عمر الاستاذ انسي، وعشان كده هو طلب ان تتغير اسم الجائزه من جائزه انسي ابو سيف الى جائزه صلاح مرعي. فانا حظي ان انا اول واحد خدت جائزه صلاح مرعي باسم صلاح مرعي. حظ حلو ان اللي سلمني الجائزه انثى ابو سيف استاذي. وحظ حلو ان الحظ الثالث انها في مهرجان كبير زي مهرجان اسكندريه للفيلم القصير. الحظ الرابع بقى ان اللي كان بيقدم الموضوع صبري فواز، برضه حد تقيل. فبصي انا كنت يعني مقطع محظوظ كان قوي. يوم جميل. كان انا يوم لو جميل. تساليني شفت مين من اللي قاعدين في المسرح، والله ما فاكر ولا واحد. انا اكتشفت طبعا، يعني كنت دايما اقعد اقول ايه، الممثلين بيبالغوا يقول لك انا لما اطلع خشب في المسرح بنسى الكلام. ايه يا عم، ما انت بتقف في وسط ناس تتكلم وبتاع. لما طلعت فوق انا ما اعرفش ازاي كنت فاكر الكلام اللي انا قلته اصلا. انا قلت كلمه صغيره هي بعد كانت كده، لحظة مهمة فعلًا. واكتشفت الرهبه بتاعت المسرح فعلا، ولدرجه ان انا بقول لك مش فاكر ولا واحد من اللي قاعدين اصلا انا كنت باصص فين ما اعرفش. بس اللحظه دي ما تتنسيش. لا، هو نشأ بينك وبين المهرجان، يعني المهرجان وإدارة المهرجان. يعني بالمناسبة أنا حابة أوجه شكر لإدارة المهرجان، إذا كان موني أو محمد محمود أو سعدون أو كل القائمين عليه،
لإن هم فعلًا فكرة إن هم طول الوقت بيخلقوا وِرَش، وموضوع فكرة الندوات، وإن الشباب يحتك بممثلين بيحبوهم أو كمان عندهم قدر عالي من الثقافة، فبعد كده حضرتك جيت وعملت ورشة، ودي برضه كانت من الحاجات المهمة اللي عايزاك تتكلم فيها، الورشة مع اليافعين شغل مختلف والجيل ده جيل مختلف، أيوه فكان طبعًا. إيه إحساسك بقى؟ والله بُصّي، هو لمّا اتكلمنا في الموضوع السنة اللي حصل فيها التكريم إن إحنا نعمل ورشة وبتاع، ف كانت مفاجأة بالنسبة لي، لإن أنا حتى هنا حتى في المكان بتاعي لمّا باعمل ورش مش باعملها في التركاج، لإن التركاج زي ما أنا قُلت لِك كده متشعِّب في مهن كتير. لكن ممكن مثلًا باعملها في الأكل الصناعي، لإن دي مهنة بس لوحدها كده إيه، ينفع يبقى نعمل فيها. لمّا اتكلمنا عشان الورشة، هو الورشة صعبة لإن أنا إيه، يعني متشعِّبة شغلانة التركاج دي لازم تبقى عارفة أكتر من مهنة وحرفة يعني. بس فقعدت بقى طول الفترة دي باحاول أبسّط الدنيا لل للشباب، وكان بس نقطة الخلاف إن هم عاوزينها لمهندسين ديكور خلّصوا فعلًا وبيشتغلوا، هي معمولة أصلًا الفكرة لأهل إسكندرية. إمم. بس أنا اعترضت على إنها تبقى لمهندسين ديكور خلّصوا فعلًا الدراسة سواء في معهد سينما أو في المسرحية أو بتاع، لإنه ده خلّص فهو شق طريقه في إنه هيبقى مهندس ديكور أو هيبقى في المهنة ولا لأ. وعنده المعرفة آه، بشكل ما. لكن أنا فضّلت طلبة إن يبقى لسه بيدرس في أحد الكليات الفنية سواء فنون جميلة، تربية نوعية، تربية إمم. فنية، بتاع، وعنده لسه وقت يدرس فيقدر يكسب خبرات، وهو أصلًا بيدرس، فيقعد يتعلم ويعمل وبتاع، وممكن يبقى مقرر إن هو لمّا يخلّص الدراسة هيتخصص في الترويج، فيبقى عنده وقت كمان ياخد فيه القرار ده. بس عملنا interview للناس وبتاع، واخترنا منهم 6 فعلًا كانوا شباب ممتازين. هم خريجين او هم طلبه في كليات فنيه، عشان يبقى عندهم بس باك جراوند حتى ازاي بيعرف يمسك الكتر وازاي يعرف يقطع ويستخدم الادوات البسيطه اليدوي. وكان اسبوع ممتع جدا بالنسبه لي لانها تجربه جديده، وهم كمان ما شاء الله اكتسبوا خبره سريعه إمم. عن ما انا كنت هم كنت حابين، هم متوقع. حابين وكانوا مستمتعين بفنهم كمان. وممكن تبقى دي بدايه ان يبقى في خلق جيل سينمائي سكندري آه. في تخصصات كتيرة غير التمثيل والإخراج بتاع التصوير، دول فيهم شوية من اسكندرية وبيشتغلوا في أو القاهرة. سلسلة وِرَش بقى لو في اه مراكز تتبنى الموضوع ده مع حضرتك هتبقى وإن تمام. كمان يبقى فرع تركاش برضه ليه برضه بداية ناس إمم. من اسكندرية، فما يضطرش اللي بيعمل فيلم قصير أو فيلم طويل في اسكندرية إنه ينزل القاهرة عشان ينزل في تخصصات مخصوص آه. في تخصصات ما هياش ده موجودة هناك. مهم. وزي ما أنا عرفت السنة دي مثلا إن برضه مهندس الصوت اللي كان اتكرم السنة دي هيعمل السنة الجاية ورشة ورشة آه. برضه في الصوت. فدي بداية كويسة، فكرة كويسة طبعا، إن يعني إيه كل المكرمين من المهرجان ي... ي... يعني يساعدوا شباب اسكندريه في ان يخلق تخصصات مختلفه من اهل اسكندريه لمعظم تخصصات السينما.